السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في هذا فيديو جديده. ان شاء الله نشارك معكم حقيبه ديال الولاده، وبما فيها كذلك حقيبه البيبي في فيديو واحد. هذا الفيديو او هذه الحقيبه خاص بفصل الشتاء، يعني امهات اللي ولدوا فصل الشتاء. كيف غتشوفوا فهنا خديت واحد اللبسه اللي هي سخونه بزاف، اللبسه الاولى اللي جمعت فيها جميع اللوازم المهمه، يعني لبسه كولون، يعني جيلي من الداخل ولي كوش ديال البيبي. هنا عندنا القماط مع هاد الدوره ديالو اللي كتزير بها القماط، فهي مهمه جدا للوليدات الصغيورين فاش الا كيتزادوا، يعني كتقمطوا من يدو رجيلاتو فترتاحوا مزيان وتنعسوا اكثر. هذا هو شكل القماط اللي كاين في الصوره، فخديته في هذا اللون هذا بيستاج في هاد النقيطات، يعني حتى الشكل ديالو من الداخل على شكل في كيف كتشوفوا في الصوره على الجانب، يعني الورقه. فكتجمعيه بشكل سهل، والرجيلات ديال البيبي كتخشيهم في حد الجيب عنده لداخل. من بعد ان شاء الله غادي نوضح لكم اكثر هاد التفاصيل فيديو خاص بالمستلزمات يعني المهمه ديال لي بيبي. هنا كذلك خديت هاد الباك ديال الفوطات اللي غادي ناخذ منهم حتى هما واحد جوج فقط، راه تيكونوا كافيين باش يعني وحيده نستعملها النهار الاول ان شاء الله، وحيده نخليها النهار الثاني، وهكا يعني بقاو لي الفيطات اللي كنستعمل يكونوا نقيين، خصوصا يعني الامهات اللي كيرضعوا فهما مهمين جدا في يعني الرضاعه. كذلك من الامور اللي خديت البيبي معايا هاد لانجيتا هذا، اللي الصراحه غير جربته وغادي نعطيكم رايي فيه من بعد. وخديت كذلك بومبيرز، خديت باكيه صغيره باش هكا ان شاء الله حتى نجرب لي مارك وعاد نشوف اللي غادي يناسب مع البشره ديال البيبي. بالنسبه هنا كذلك عندي مستلزمات ديال لي دوش. فهنا كاين يعني شامبان، صابون، كاين يعني مرطب الجسم، كاين هاد الفوطه هذه فاش كدوشي بها البيبي. كاين يعني كل ما يلزم في تنظيف البيبي، ولكن مع البرد ف البيبي في هاد الوقيته ما تيدوشوش ليهم، فانا غادي نحاول ناخذ معايا الامور اللي ما غاديش نستعملوها في الدوش. بالاضافه البنات كنصيحه هاد الشيء هذا اللي فيه الريحه نحاولوا في الاول ما نقيسوش الجليده ديال البيبي بها، يعني نحاولوا اننا مثلا الامور اللي فيها الرائحه نحطوها غير على التوب ديال البيبي، مثلا بحال هاد الجونسون اللي فيها الريحه فهي نديروها غير على يعني اللي باللون الازرق نديروها على التوب ديال البيبي. وهذه كاينه كذلك صابونه. هاد الامور كيف قلت لكم ديال الدوش ما غاديش نديهم. ففي هاد لاطخوس هادي فاني خديت غير درت فيها غير سميتو ديال بودر مع الزيت وداك الكريم وداك اللي فيه الريحه والفويطات، صافي جمعتهم بوحدهم. من بعد ان شاء الله نفس البسطام بحال هكا ندير فيه الميكاب ديالي وصافي. هنا كنوريكم غير من ملتزمات او مستلزمات عفوا ديال البيبي اللي خصهم ضروري يكونوا معكم في الدار، يعني تاخذهم قبل ما يتزادوا باش ان شاء الله فاش ترجعوا على خير والبيبي يبقى بداك الماء ديالو ديال الولاده فمزيان ليه. من بعد عاد باش تدوشوا ليه وتلقاو هاد المستلزمات يعني واجدين في الدار بلا ما تبقاو تخرجوا عاد تاخذوهم. بالنسبه هنا نوري لكم هاد ليزار هذا اللي طرزتو عند واحد المراه في سلانيت، ويعني الخدمه ديالها مزبونه رائعه جدا. يعني الا عجبكم نحط لكم رقم الهاتف ديالها تواصلوا معها، فهي كدير خدمه يعني خدمه عفوا متقونه. كيف كتشوفوا الطرزه كي دايره داكشي صراحه اللي قلت ليها ديريه ليا دارت ما احسن منه. بالاضافه حتى يعني لي ديتاي ديال هاد الباك كامل ففيه امور زوينه بحال هذه فيها الرياقه بنفس الطرزه ديال لي زارون خده اللي شفتو، وحتى المسند اللي شفتو قبيله. وفيها كذلك كيف كتشوفوا في الرياقه كبيره، يعني يستعملها البيبي يعني حتى يكبر. الا كان عندك وليد مثلا ديريها ليه في الوقيته ديال الختانه، يعني ديري ليه لي زار ديالو هاد الامور كامله. هذه ديال الرضاعه تخشي فيها الرضاعه، هي ديكور فنيون زويون. وهذه كذلك ديال المصحف، كتخشي فيها المصحف وكتحطيها يعني على الرويس ديال البيبي. ان شاء الله يا ربي باش هكا ربي يحفظه من كل شر. بالنسبه لليزر البنات كيف قلت لكم شوفوا الخدمه كي دايره رائعه جدا،
وحتى الثوب صراحه الكاليتي ديالو زوينه، قاصحه يعني صبن وعاود ما تخافيش منه. وحتى يعني الحجم ديالو فهو كبير بزاف صراحه، عطات الثوب ووفات فيه. فكيف كتشوفوا الخدمه متقونه، ما كاينش خطا ما كاينش غلط. وحتى كيف قلت لكم الكاليتي كيبان ديال الثوب. هنا لي زار كيف قلت لكم البنات غنحاول ما امكن ما غاديش ندي بزاف، ما نديش داكشي كامل، يعني ندي غير لي زار والمسند وديك اللي كدير فيها المصحف فقط. وكاش بيبي ضروري، نتوما كتختاروا اما كاش بيبي اما يعني مانطا، اما شي حاجه اخرى اللي يعني تلويو فيها الوليد لانه مازال صغيور، وخصوصا في هذا الصيف ديال الشتاء. وانا كنفضل يعني واحد ياخد يعني هكا مانطا يجمع فيها البيبي مزيان وصافي. هكا غادي نكون جمعت يعني الشنطه ديال البيبي كامله فيها جميع المستلزمات اللي وريتكم. فحاولت انني نجمعها بوحدها باش ما ندورش، يبقى يعني كل حاجه ديال البيبي بوحدها وحوايجي انا بوحدهم. وحاولوا ما تكثروش اكثر من هذا الشيء هذا، فيكفي يعني البيسه الا كنتي تولدي عاديه، ولا كتولدي سيزاريان يعني جوج لبيسات او ثلاثه فهما كافيين، يعني على حسب المده اللي غادي تدوزي في السبيطار. وهكا كانت الحقيبه ديال البيبي اللي فيها يعني المستلزمات اللي شفتو مع المانطا. غادي ندوز مباشره المستلزمات اللي خديت اولا اللي جمعت انا في الشنطه. وهنا غادي نقول لكم بانني شيئا ما راني بالغت بالغت تجمع داكشي وهذا، وعاد شفت راسي بانني داكشي خديته اولا اللي جمعت راه كتير. من الاحسن انتم غادي تشوفوا غادي تحكموا بعينيكم. فهنا جمعت يعني بيجامه 3 بياس، بينوار ديالها اللي طويل وسخون يعني ديال الشتا، كيف قلت لكم لان الولاده عندي في الشتا. هنا كاين هاد السروال اللي هو ثوبو رطب وسخون وزوين، مع بياس ثالثه اللي هي يعني البيجامه ديال الفوقي ديال البيجامه. كيف كتشوفوا هنا فيها عقيدات اللي حاجه مهمه، باش انك الا كنتي غترضعي فحاجه مهمه انك يعني الحوايج اللي تاخدي يكونوا فيهم عقيدات وكيتحلوا. كيف كتشوفوا البنات فالبينوار يعني يعني طويل وكبير، يعني كدوريه وكتجمعي فيه مزيان، لان في هذا الوقيت هذا بالضبط حاولي ما امكن انك تلبسيه مزيان تلبسيه السخون. واخا تيكون الكليمه في الكلينيك ويكون هذا، ولكن حاولي ما امكن تبغي تخرجي مثلا من الغرفه ديالك حاولي انك تلبسي البينوار ديالك، ولو انه يكون صهد ضروري يكون شي بينوار ما يكونش بحال هذا غليظ، ولكن يكون شي حاجه خفيفه اللي تحميك من البرد اكثر. غادي نجمع هاد البيجاما وغادي نوريكم شنو مازال اخر في الشنطه اللي جمعت ديال الخاصه بيا ان شاء الله يا ربي. امور اللي هما ضروريه. سمحوا لي على صوتي شويه ضربني البرد، الله يعافينا يا ربي. بالنسبه هنا كاينه درة حياتي خديتها مكتوبه فيها لاله النفيسه وخلاص. يعني ملابس داخليه اللي فيها حبيت ان نوريكم السوتيانات ديال الرضاعه كيف شفتوا راه هما تما. وهذا يعني خديت كولون سخيخن اللي غادي نلبسو مع داك البيجاما اللي شفتو قرونه. فهو هاد يعني هاد الكولون فهو قطن وسخون حتى هو. وهنا خديت تريكو اولا تيشورت حتى هو قطن، ومع بودي اخر بالكمام لان البرد وانا خوافه بزاف كنخاف من البرد خصوصا في هذه اللحظه هذه، لان كنسمع لان اول ولاده عندي كنسمع بانها المراه النفسه خاصها تكون تلبس مزيان سخون، خصوصا انا لبست يعني اولا ولدت في البرد. هنا صافي ملابس داخلي حاول ما امكن انكم ديو اكثر من جوج باش هكا تلقاو تبدلوا. وهنا ما وريتكمش يعني حاولوا ما امكن انكم تاخذوا الكوشات اللي كبارين ديال الناس المسنين، ماشي كوشات ديال الدراري الصغار. هادو هما بعض النصائح اللي عطاوني يعني الطبيبات قبل ما نمشي نولد. قالت لي خذي كوشات اللي كبار ديال المسنين، وهذا الشيء اللي كاين خذوا معكم 3 4. المهم على حسب كيف قلت لكم المده اللي غادي تمشيو دوزو. هنا كيف قلت لكم مع اللبسه الثانيه اللي بالغت انا ما كانش ليا نديها معايا، فهنا خديت هاد البيجاما غوز مع كولون اللي شفتو سخون وصافي مع هاد الكولون حتى هو مع البودي ديالو. كنفضل انا ناخذ هذا لان الاخر سخون بزاف والبيجاما السروال اللي راه سخون. مع درات حياتي اللي شفتو قبيله بيضه. وكذلك دائما ملابس داخليه فهما يكونوا بكثره باش هكا يتغيروا
ويتسبنوا خصوصا وانتي كترضعي طبيعي، يعني كيتوسخوا، فهما خصهم ضروري كل يعني حاولي ممكن تبدلي مره ولا جوج في النهار باش هكا البيبي ديالك ما يتعداش، خصوصا انه تيكون مازال صغير والبشره ديالو حساسه وحتى المناعه عنده ضعيفه بزاف. كيف كتشوفوا كيف قلت لكم، فالبيجامه يعني سخونه ويعني ما تحتاج انني نزيد داكشي يكون سخون بزاف من التحت، فانا خديت غير الكولون اللي شفتو فهو خفيف. مع هاد البانطوفه هذه اللي غادي تجي مع البيجامات بزوج، فهي فيها الغوز والقرونه، يعني خديتها يعني متعمده مع باش انها تجي مع البيجامات بجوج ان شاء الله يا ربي. حاولت ما امكن انني نعتمد على البيجامات اللي هما عاديين وسامبل بزاف، غير هما يكونوا المهم يكونوا سخانين. ما مشيتش وراء يعني الموضه لان كاينه بيجامات توب ديال نفيسات واعرين، ولكن انا اعتمدت على هادو لان خفت على صحتي اكثر من انني نشوف يعني الموضه ونشوف صور ونشوف هاد الامور كامله. لا تخص اللي وريتكم فهي كيف قلت لكم فيها الميك اب ديالي اللي هو خفيف ضروري باش نكونوا انيقين، وهذه فوطه حتى هي مهمه. بطبيعه الحال ما نساوش حتى السينيال والشتاء ديال السنان ديالنا. وهكا غنكون وصلت لنهايه الفيديو، نقول لكم تبارك الله عليكم، الى اللقاء.